الميه اهي. يا رب نهدى بقى شويه. ايه يا بنتي اللي انت بتعمليه ده؟ انا عملت لك ايه عشان تحدفيني بالميه كده؟ كل شويه قومي تعالي اعملي، انا تعبت. يا بنتي ده انا عشان اخد علاج يا بنتي، انت عارفه ان انا تعبانه. انا اعمل ايه؟ تعبانه ولا زفت؟ انا مالي اشيل واحده تعبانه ليه؟ يا بنتي ده نمك، حرام عليكي. انا اعمل ايه بامي؟ يعني انا هراعي جوزي وبيتي ولا اشوفك؟ ما تروحي عند اي حد من قرايبك يشيلك. يا بنتي طب انا عملت لك ايه انت ولا جوزي؟ عملتي ما عملتيش، انا تعبت وقرفت. انا مش هشيلك بتعبك ده، انا كفايه عليا جوزي وبيتي، ومش هتطلق من جوزي بسببك يعني. يعني انت يا بنتي هتطلقي بسبب انا؟ بسببك. اما تبقي قاعده معايا عيانه وهو شايل كده مسيره هيزهق. يعني جوزك احسن مني يا بنتي؟ جوزك احسن مني. بقول لك ايه، قومي شوفي انت رايحه فين. يلا قومي روحي عند اي حد من قرايبك. اروح فين انا يا تعبت بنتي؟ منك. انا مالي يا ستي، قومي شوفي اي حته تقعدي فيها. يا بنتي انا تعبانه، حرام عليكي. انا ماليش دعوه بتعبك، بقول لك قومي لي كده. هو انت بقى اللي مسلطه تعمل في امها كده يا استاذ حسام؟ بقول لك يا ست انت، انا مش ناقص قرفك، يلا غوري من هنا. ما شاء الله عليك، ايه الادب اللي انت فيه ده؟ هو ده اللي انت اتجوزتيه وبتفضليه على امك؟ بقول لك يا ماما، انا مش ناقصه حوارات ولا مشاكل مع جوزي. شوفي انت رايحه فين. اقول لك روحي اقعدي عند خالتي. دي شقتي يا بنتي، وانت ناسيه ولا شقتك ايه؟ زمان يا ماما، انما انت وافقت ان انا اتجوز فيها انا وحسام، فخلاص بقى ما تجيش تقولي شقتي دلوقتي. بقول لك عشان انت صدعتينا وهسمع بينا الجيران، يلا اتكل على الله. مش هقول لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك انت كمان. منك لله يا شيخ، ان شاء الله هشوفه فيكم. يلا غوري. وليه مقرفه؟ حسام هي مشيت اهي يا حسام. مشيت ده كان حاجه تبقى انت راضي عني يا حسام. راضي عنك طالما هي مشيت من الشقه، انا راضي عنك كده. بس برضه صعبانه عليا، دي راحت ولا جت دي امي يا حسام، وما ينفعش اللي انا عملته ما ده. يصعبش عليك غالي يا ماما، ما يصعبش عليك غالي، اللي يصعب عليك يفقرك. وانا بصراحه كنت خلاص انا هسيب الشقه عشان خلاص مش عارف اخد راحتي. لا يا حسام خلاص، لا هي خلاص مشيت بقى، وهتروح تقعد عند خالتي وابقى صالحها بعد كده وخلاص. اخيرا يا ستي اخيرا، ضمك مخلياني ماليش نفس لاي حاجه. معلش يا حسام، اديني مشيت اهو يا حسام. الحمد لله. خش بقى اعمل لك اي حاجه تاكلها. ولا اي حاجه، انا نفسي تسدد. ماشي يا حسام. ايه الصوت ده؟ مين دي؟ انت مين يا حبيبتي؟ روان بعد اذنك اقعدي وهفهمك كل حاجه. اقعد ايه؟ مين دي؟ ما يا تقول لها روان. انا مين يا حسام؟ يا- ايوه هيقول لي انت مين دي يا حسام؟ بعد اذنك يا روان، بعد اذنك صوتك ما يعلاش، بعد اذنك اقعدي ونتفاهم. صوتي دلوقتي. ايه ما يعلاش؟ اخش شقتي الاقي واحده قاعده جنب جوزي وتقولي صوتي ما يعلاش؟ طب هنفضل نعلي صوتنا كده كتير؟ ايوه علي صوتي. مين دي وبتعمل ايه هنا؟ طب اقعدي يا روان. مش قاعده يا حسام. الجيران تسمعني يا روان، اقعدي بعد اذنك. اقول لك انا مين؟ يا انا حبيبتي. مراتي يا حبيبتي. مين؟ مراتك ازاي يعني يا حسام؟ انت عاوز تعرفي هي مين يا روان؟ مراتك ازاي يا حسام؟ ازاي؟ مراتي يا روان. هو ايه مراتك يا حسام؟ وانا متجوزها قبل حتى ما اعرفك يا روان. حسام انت بتهزر صح؟ اكيد مفيش الكلام ده. لا مش بهزر يا روان، اقعدي وانا هفهمك كل حاجه. يا نسمه بقى ما تضايقيش نفسك بقى، ده قلت لك هم شهرين، هلعب عليك بكلمتين حلوين كده واتملك منها وخليك تكتب الشقه باسمي، بدل ما احنا كل شويه كده نقعد ايه في شقه ايجار ونقل عفش وتمرمطنا. خد الشقه وتطير هي. طب افرض بقى يا حبيبي قفشت الحوار ومعرفتش تخليها تكتب الشقه باسمك، هتعمل ايه؟ تقفش مين يا ماما؟ دي بكلمتين حلوين اوديها واجيبها. يا ريت يا حسام، بس اهم حاجه الموضوع ما يطولش. يطول فين بس؟ ان شاء الله هيكون اقل من شهرين، بس مش هينفع نسمع اقول لها والنبي يا روان اكتبي الشقه باسمي، لا ما ينفعش، لازم ابين لها تقيل كده ولا اطلب منها اي حاجه وتجيلي جري تتحايل عليا انها تكتب الشقه باسمي وارفض واخليها برضه تتحايل لحد ما ايه؟ والله انا عارفه يا حسام، انا عارفه انك مستحيل. ايوه انت كده قلتها بنفسك، تعرفي ان جوزك مش سهل. ماشي. قول لي بقى يا ابني، انت عندك شقه؟ والله يا طنط انا دلوقتي ما عنديش شقه، بس انا مقدم على شقه في الاسكان وان شاء الله يعني تيجي يعني والظروف تتعدل. ماما يعني انا عايزه اقول لك على حاجه كده، فكره في دماغي يعني كنت عايزه اعرضها عليكي. قول. فيها ايه لو انا وحسام قعدنا معاكي هنا في الشقه وانت قاعده لوحدك، نونسك يعني، وطبعا حسام زي ابنك، وبعدها لما ياخد الشقه احنا مش هنقعد معاكي على طول. والله يا طنط برضو القرار الاول والاخير هو قرارك، ولو شايفه اللي فيها برضو ضرر ليكي او هتتضايقي عادي برضو لا اكيد قوليلي. ماما مش هتتضايق. صارحيني يعني. طيب بعد اذنك بس هكلم روان كلمتين وارجع لك. ماشي. تعالي يا روان. انت يا بنتي واثقه فيه يا بنتي؟ والله يا ماما ده حسام غلبان قوي ومحترم وطيب وانت هتحبيه. يا بنتي القصه مش اللي انا احبه، القصه اللي هو هيعرف ياكلك ويعيشك ويصرف عليكي. يا ماما الفكره ان هو مش عايز يقعد في ايجار ومقدم على شقه، فبدل ما يدفع فلوسها في الايجار هيدفعها في الشقه دي وتبقى بتاعتنا، وانت يا ماما مش هتستحمليها في الشقه يعني. يا بنتي مش قصه استحملك في الشقه، انا قصه بعد كده مش لا في لا دلوقتي. والله
يا حسام طيب قوي وغلبان ومراعي ربنا فيا. ماشي يا بنتي، بدل ما انت شايفه كده خلاص مش هينفع ان انا اكسر بخاطري. ماشي يا ماما. ماشي يا بنتي، تعالي نقول له بقى. بص يا روان، بجد انا مكسوف من القعده دي. انا قاعد في شقه امك، وامك بصراحه امك مبهدلاني يا روان. امي بتحبك يا حسام وبتعاملك كويس ده قوي. قدامك بس يا روان. اول ما بتمشي يا روان بتبهدلني اخر بهدله. تفضل تقول لي كلام رخم ومحسسني ان انا كني ولا قاعد في الشارع. كلام كتير يا روان مين ده يا بصراحه. حسام؟ انا بشوفها بتعاملك كويس جدا. ما انا بقول لك قدامك بس يا روان، وبصراحه كده انا خلاص جبت اخر من القعده هنا. يعني نعمل ايه يعني؟ حسام اكرشها من شقتها مثلا؟ لا يا روان بقى، دي شقه امك، وانا بصراحه انت عارفه لو شقتك اقول ماشي، بس انا بصراحه خايف. انا خايف يا روان. خايف من ايه يا حسام؟ خايف انا في اي وقت ممكن اطرد. تطرد اضمن ازاي؟ اضمن منين اللي امك ما تطردنيش بره الشقه؟ لا يا حسام اكيد امي مش هتطلع. لا بتهيألك. بص يا روان، من الاخر كده انا عارف ان امك عامله لك توكيل. ممكن تخليها تكتب الشقه باسمك انت حتى عشان ابقى انا مرضي اللي انا اقعد معاكي في الشقه. لا طبعا يا حسام، انا مش هينفع اقول لها كده. كتر خيرها ليه قعدتنا معاه. اقول لها اخد الشقه اكتبها باسمي؟ يا روان بعد اذنك انا مش هقدر اقعد في الوضع ده. انا بجد ده اخر كلام اقدر اقوله ليكي. شوف لا انت يا حسام مش فكري. هينفع. يعني ده اخر كلام؟ يا حسام. ماشي يا روان. يا حسام خد بس اقول لك. ايه يا استاذ حسام؟ عدى من الشهرين 55 يوم، فاضل 5 ايام. ايه وما بقتش بشوفك وانا مش قادره استحمل اكتر من كده. بعد اذنك يا نسمه غير الموضوع عشان على اخري ومخنوق. بعد اذنك ما تتكلميش في الموضوع ده. انا ولا غير الموضوع ولا حاجه، انا عرفت. ايه يا حسام اللي انت بتعمله ده يا حسام؟ بقول لك يا روان مش عاوز كلام كتير بعد اذنك. طب انت بتلم الهدوم دي ليه طيب؟ بس يا محمد خلاص انا جايلك دلوقتي. هقعد عندك الايام الجايه دي كلها. يلا سلام. هو ايه اللي حصل لكل ده بس يا بقول لك حسام؟ ايه، بعد اذنك بعد اذنك. طب فهمني خلاص بس ايه اللي انا مش حصل؟ مرغوب فيها في الشقه دي. ليه هو أنا- حد كلمك؟ انا اروح اقعد مع واحد صاحبي وشكرا يا ستي. طب طبعا حد كلمك يا يا ستي حسام؟ اشبعي بالشقه بقى انت وامك، مش عاوز اقعد معاكوا اصلا. شقة يا حسام خد بس كلمني. بقول لك ايه انا خلاص سبت لك الشقه خالص طب اهو. استنى بس يا حسام كلمني. والا يا حسام بس استنى يا حسام بعد كلمني. اذنك خلاص انا قلت لك انا سبت لك الشقه خالص اهو. عاوزه ايه مني ايه اللي تاني؟ حصل عشان تاخد هدومك وتمشي؟ مش وأنا قلت خلاص؟ لك انا مش هقعد في الشقه وهي باسم امك وممكن ترضي في اي لحظه؟ قلت لك اكتبها باسمك وتيجي لا انا سايبها لك خالص. إيه يا عم، وانا يا بنت الحلال هجيب لك ورقتك لحد باب بيتك عن اذنك. استنى بس يا حسام، والله يا ماما ما جاتلكش ولا عملت لك حاجه ولا زعلتك. يعني هيفيد ايه بالكلام؟ هيفيد ايه بالكلام ده؟ خلاص بقى انا قلت طب لك انا مش هقول لك على حل حلو يا حسام. ايه الحل؟ مش انت زعلان علشان الشقه مش باسمك وعايز تمشي؟ مش باسمنا خالص. انا هكتبها لك باسمك انت يا حسام، واعتبرها هديه مني ليك. انت بتتكلمي بجد؟ والله يا حسام. وبعد كده تقولي لي ماما زعلت ماما ما زعلتش؟ لا خالص، انا مش هقول لها. انا هكتبها لك باسمك. هي كده كده بعد عمر انت ولا تكتبها لي باسم. انا هكتبها لك باسمك، بس اهم حاجه ما تمشيش يا حسام. ماشي يا روان، طالما انت بتقدريني كده انا هقعد بس عشان انت بتقدريني مش عشان الشقه باسمي. انا عارفه يا حسام ان انت ما يهمكش الشقه والكلام الفاضي ده. ماشي يا روان. هات يا حسام بقى الشنطه بقى. بص يا روان، قعدة امك في البيت دي بقت تعبانه. انا مش مرتاح. يا ماما عملت ايه تاني يا حسام؟ ما عملتش حاجه. يا بنتي انا مش مرتاح. انا دلوقتي مخنوق، لابس جواكت، لابس بنطلون على طول باستمرار، عاوز البس شورت يا ستي فوق الركبه مش عارف لسه يا البس. حسام بكره نجيب شقتنا ونستلمها وان شاء الله. وانا بكره ده ممكن يتاخر، ممكن يقعد سنتين 3 4. طب اعمل ايه يعني يا حسام؟ وأنا- اطردها من بيتها؟ وانا زهقان يا بنتي. انا المفروض برضو ليا حريه مع مراتي. يعني المفروض احنا متجوزين جديد، مش في حد كده فوق راسنا كده ولا عارف اهزر معاكي ولا اضحك معاكي. طب يعني واحد اعمل ايه يا مخنوق. حسام؟ اطرد امي من البيت؟ بص يا روان، نعم. من الاخر كده يا انا يا امك في البيت. ازاي بس يا حسام؟ زي ما سمعت كده انا هدخل انام هصحى لقيت امك في البيت ومش ماشيه من هنا بتعبها بمرضها بقرفها اللي قرفانه بيه ده. تمام؟ هصحى لقيتها في البيت. انا هلم هدومي يا ستي الكل وهمشي ومش هتشوف وشي تاني ابدا. تمام؟ يعني بعد ده كله يا حسام وبعد ما اطرد امي عشان خاطرك تعمل فيا كده؟ بقول لك ايه، اللي يهون عليهم التعبانه والمريضه اللي هي في الشارع يهون عليه اي حد، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. وبعد اذنك يا روان، انت بقى وجودك غير مرغوب فيه. ايه؟ وجودك غير مرغوب فيه. دلوقتي الشقه بتاعتنا انا وباسمي انا ونسمه مراتي. يعني اكيد انت مش هتحبي يبقى ليكي ضره، وانت انت طبعا الجديده عليها. فبعد اذنك يا روان لمي هدومك واتكلي على الله. انت بتقول ايه؟ دي شقتي انا وامي. بقول لك ايه يا روان، الكلام ده بقى كان زمان، كانت شقتك انت وامك. بعد ما طردت امك ودوست عليها، وبصراحه كده انت ما تلزمنيش بربع جنيه.
اتكل على الله. انا مش هقول لك الا حسبي الله ونعم اتكلي على الله بقى. ربنا ينتقم منكم حق اللي انت عملته فيا. هو- بيني يلا وبين يلا الله. غوري غوري. الحمد روح لله. روح حاسبني بعيد يا ماما، روح الحمد حاسبني لله ربنا بعيد. ينتقم منكم. ريحي هو وانا انت فاهم. صوتي ايه؟ مين دي؟ انت ما عملتش معالي الجيران الادب اللي انت فيه. بقول لك يا ماما ما تقعديش تعملي. ايوه ماشي انا واقف. بس غلطان، افتكرته غلطان، المصحف افتكرته. يلا يلا يا روان. 3. انا مش هقول لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك كمان. انت كمان وطوف هنا. 1 2 1. ايدك يا روان. 1 2 3. انا مش هقول لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك انت كمان. يا روان انت ست مقرفه. هي جوه انت بتتكلمي يا بنت. هي مش ده يا حسام انت راضي عني. انت انا تعبانه حرام عليك. ماليش دعوه يا بنت بتعبك. استني. قومي كل شويه قومي هاتي قومي اعملي قومي روانه تعبت. انت عايز تضحكي. والله يا اخي وريني كده كام. يا بنتي وانا طلبت منك حاجه تانية الا لا الميه. حول الله يا رب. يا روان انت مش بتقولي طلبات، انت بترضيها. خدي. انت واقف تتفرج وانت اللي مسلطه. وهكتب الشقه كده. خليك هنا بالوضع. 1 2 3. يا نسمة بقى ما تضايقيش نفسك. خليك متضايق وسط الاوضه كده. 1 2 3. خلاص بقى يا نسمة ما تعمليش بقى حوار. هلعب عليها بس هما شهرين وهكتب لها هتكتب له اخر الشقه منها. ايه يا استاذ حسين، عدى 55 يوم من الشهرين، يعني فاضل 5 ايام، وانا مش هقدر استحمل اكتر من كده. ما بقتش بشوفك اصلا. بقول لك يا نسمة انا فيا اللي مكفيني. بعد اذنك انا مخنوق. غير الكلام وغير الموضوع. انا ولا غير الكلام ولا حاجه، انا مش ماشي نسيت زي ما انت ما قلتليش. 1 2 ثواني 3. انا هقول ايه؟ انت تقولي ايه؟ يلا اتفضلي الميه اهي. يا رب نهدى بقى. ايه يا بنتي انت بتحدفي لي الميه كده ليه؟ عشان تعبت كل شويه هاتي ميه قومي اعملي لي اكل قومي نقلي لي تعبت. يا بنتي في ايه حرام عليكي ده انا امك يا بنتي. انا اعمل ايه يعني امي؟ اشيل كل ده اللي انا مالي. يا بنتي ما انت عارفه ان انا عايزه الميه عشان اخد العلاج. انا ما قلتلكيش اديني جبت لك الميه نهدى بقى شويه طلبات. ايه يا حسام اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك يا روان بعد اذنك مش عاوز كلام كتير. كلام ايه يا حسام؟ انت بتلبي الهدوم دي ليه طيب؟ يا محمد خلاص انا بلم الهدوم دلوقتي اهو. اتفضلي الميه اهي. يا رب نهدى بقى. في إيه يا بنتي بتحدفي الميه كده ليه؟ بقول لك ما تقومي تشوفي تقعدي عند اي حد من قرايبك يمكن يشيلوكي بقى شويه. هو انا عملت لك حاجه يا روان؟ يا ستي انا تعبت. انا